لو انت فاكر ان الجواز في مصر بهدله، الفيديو ده هيخليك تغير رايك. لما تشوف عادات الجواز في البلاد التانية هتحمد ربنا انك في مصر. عندك مثلا في عادات الجواز من قبائل التبت الصينيه، العروسه بتطلع فوق شجره والعريس لازم يطلع يجيبها. بس اوعى تفتكر ان الموضوع خلص على كده، لا يا استاذ، اهلها بيبقوا مستنيينك تحت الشجره وماسكين عصيان عشان يهروك ضرب ويمنعوك انك تطلع الشجره. العريس بقى هو اللي يقدر يفلت منيهم ويوصل للعروسه ويتجوزها. وعايزاه يجي يا فوزيه. يجي فين بقى؟ اما بقى في جنوب الهند فالعروسه بتاخد العريس ويروحوا على غابه ولازم يكونوا لوحدهم، والعروسه تجيب شويه حطب وتولع فيهم نار. لا مش هتحرق العريس، ما تخافش، هي يا دوبك هتكوي ظهره بسيخ محمي. العريس لازم يستحمل وما يطلعش صوت ولا يصرخ ولا يقول بم حتى. بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي وحول سنتين ومات. الله يرحمه. اما بقى لو رحنا على جنوب افريقيا ففي قبيله هناك العروسه ما ينفعش تتجوز العريس غير لما تقطع صباعين من ايد مامتها وتقدمهم للعريس. قال يعني هي كده موافقه